الناس اللي بتقول انه اللي بنى الاهرامات قوم عاد او الفضائيين او اي حد غير المصريين القدماء. يعني مش معنى ان انت مش مستوعب ان معاك على كوكب الارض ناس من نسل حضارة عظيمة قدموا حاجات للعالم مفيش بلاد في العالم قدرت تقدمها غير المصريين، ان انت تحاول تجحد كل الادلة بكل الطرق. تمام. وبعدين يعني في حاجة بسيطة جدا، هو انا لو رحت لجد جدك وقلت له ان في صندوق صغير كده هيبقى فيه ناس وهو هيشوفهم، هيقول عليا ايه؟ هيقول عليا كدابة، هيقول عليا ساحرة، هيقول ان دي بلورة سحرية فيها جن. مش هيصدق ان ده اختراع. اوكي، عقله البشري مش هيستوعب ان ده اختراع. لو قلت له ان انت تقدر تكلم اي حد في سلك تليفون، برضه هيقول سحر او كذب او whatever، مش هيصدق ان ده اختراع. اوكي، البشرية دايما كانت مش مستوعبة التقدم او الحداثة في اي شيء. اوكي، اخدوا وقت على ما استوعبوا عموم البشر. الكلام ده مش على العلماء يعني، لان العلماء طبعا دماغهم مختلفة، فطبيعي جدا ان هما ما يصدقوش ان المصريين اللي بنوا الاهرامات. عارفين المشكلة في ايه؟ المشكلة في حتة لا، انا مش مصدق ان في شعب اعظم من شعبي، مش مصدق ان في ناس بشر معايا على الكوكب كانوا اعظم مننا في يوم من الايام. هجحد بكل الطرق. نقص، حقد، حسد، حاجات كتير، او جهل في الغالب يعني. ليه الحضارة المصرية القديمة باقية اما حضارة قوم عاد فانية؟ لانه بمنتهى البساطة المصريين القدماء كانوا موحدين. لو شفتوا ان ربنا بيعاقب اي حد بان هو بيمسحه من على وجه البسيطة، لو كان الشعب المصري شعب غير موحد قائم بحضارة عظيمة بيعصوا ربنا، كان ربنا مسحهم من على وجه البسيطة. ولكن هم كانوا موحدين، عشان كده الحضارة فضلت باقية وموجودة أثارها إلى الآن، لأن كل حاجة بأمر الله سبحانه وتعالى. وديكوا شفتوا الحضارات اللي هي كانت بتعصي ربنا ما بقتش موجودة. انت لا تعرف عنها حاجة، لا تعرف قدراتهم، لا تعرف عملوا ايه، لا تعرف بنوا ايه. انت ما استفدتش حاجة، البشرية ما استفدتش حاجة من قوم عاد. ما تعرفش عنهم اي حاجة غير ان هم كانوا عمالقة وبنوا مدينة عظيمة فيها تطور تكنولوجي من ذهب وفضة والى اخره. فمفيش أي حضارة على وجه الأرض تقارن بالحضارة المصرية القديمة ذات المنفعة للبشرية جمعاء، الموحدين.